السلام عليكم. اليوم بدي اقترح عليكم طريقة عملية جدا لتقشير الثوم بوقت قياسي. معظم الناس لما يقشروا ثوم بيفرطوا الراس وبيقشروه بالسكين حبة حبة، وهالشي ممل جدا، بيستغرق وقت طويل، خاصة لما نحضر طبخة أو وصفة بتتطلب كمية كبيرة من الثوم. انسوا الطريقة التقليدية، لأني هلأ بدي أقشر قدامكم الراس اللي شايفينه بسرعة فائقة. بلغي السكين، ما رح احتاج له، وبستخدم وعاء بلاستيكي. عندي هون مرتبين كان فيه قهوة، حيكون ممتاز لتقشير الثوم. بوضع فيه راس الثوم مثل ما هو، بسكر الغطاء وبخضه بسرعة وبقوة. مثل ما شايفين الثوم تقشر كليا. ببدأ لأفصل الحبوب عن القشور.